بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكورس ده هنتعلم ان شاء الله introduction بلغه البايثون. عشان تبدا اي لغه محتاج اول حاجه بتبقى محتاج اي دي اي او تكست اديتور. ده اللي هيساعدك ان انت تكتب اكواد البرمجه بتاعت لغه بايثون او اي لغه انت هتتعلمها بصفه عامه. تاني حاجه تبقى محتاج تنزل اللغه ذات نفسها واكستنشن البايثون على فيجوال ستوديو كود، وده البرنامج اللي احنا هنكتب عليه الاكواد بتاعتنا عشان لما تيجي تعمل ران الكومبايلر يقدر يقرا اللغه اللي انت بتكتبها. بالنسبه للتكست اديتور والاي دي اي فاحنا عندنا برنامجين، فيجوال ستوديو كود او بي واي شارم، بس احنا هنشتغل ان شاء الله على ايه فيجوال ستوديو كود. نبدا ننزل البرنامجين دول مع بعض. اول حاجه هننزل داونلود للبايثون. بيبقى عندك اصدارات كتير هنا، احنا هنختار احدث فيرجن للبايثون، ودي اللي هتكون متوافقه مع نظام الويندوز اللي انت شغال عليه. اضغط على داونلود بايثون. الفيرجن اللي هنشتغل عليه هيكون 3.13.7، وده احدث اصدار. وهننزل الفيجوال ستوديو كود، وعندنا احدث اصدار برضو للويندوز اللي انت شغال عليه. عندك الثلاث انظمه للماك واللينكس والويندوز، بس هننزل بقى نظام الويندوز. اول ما هيحمله هينزلوا عندك هنا. اول حاجه هضغط على اي اكسبت ذا اجريمنت، كده نيكست. بعد كده اتاكد انه اد تو باص دي متعلم عليها علامه صح. بعد كده نيكست. بعد كده انستول، بس انا مش هعمل انستول عشان هو متثبت عندي بالفعل على الجهاز. هاجي على البايثون، هاجي على البايثون هعمل لها انستول، هعمل صح على اليوز ادمن واد البراوز بتاع البايثون. بعد كده اضغط على ايه انستول ناو. اول ما هيخلص تحميل هيقول لي سيت اب ووز سكسسفول، اضغط على كلوز. وكده انا كده اكون حملت الفيجوال ستوديو كود والبايثون. هدخل على فيجوال ستوديو كود واجي انزل الاكستنشن خاصه بالبايثون، هضغط على انستول. كده اكون ثبت كل حاجه هتساعدني ان انا ابدا اكتب اكواد بايثون بعد كده.